هلا متابعين، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وسلامة. اليوم حبيت اسوي صوص الكاكاو وحبيت اشارككم بيه، ويا رب ينال رضاكم واعجابكم. طبعا اول شي خليت هنا معلقة كوب نشا، وهنا 3 معالق كاكاو خام، وهنا عندي معلقة كوب قهوة مرة، هاي سريعة التحضير تنطنكها كلش. وهنا شكر حسب الرغبة، أنا خليت 4 معالق مال أكل سكر أو شكر بالعامية احنا نقول. وهنا حليب غلاس أو كوب واحد. عندك حليب جاهز سائل تحطين كوب، ما عندك تخلين كوب ماء دافي وعليه 2.5 معالق حليب باودر وتخبطي، ماكو اشكال. هسه راح اخلي اول شي الحليب كله على البارد تخبطين، وتخلين السكر هنا، وتخلين القهوة مثل ما قلت لكم هاي. كله تخبطوه على البارد قبل لا تاخذوه على النار. هاي انا خطوه بخطوه وياكم. فكل سهيل ويفيد للمعجنات، يفيد للدهن على الكيك، حشين بيه الكيك عادي للدونات، يعني كل شي فيه. هسه راح اخذ النار وارجع لكم. هاي طبعا مثل ما شفتوا هسه خليته على النار. راح اخلي اليه هاي القشطه متوفره بكل الاسواق، تقريب بيها معلقتين. هاي طبعا تخلونه على نار هادئه كلش. وراح اخليها، انا طبعا ما عندي اليوم زبد، يا ريت لا عندكم زبد تخلون زيت شوي، واللي ما عنده زيت ما عنده قشطه عادي. هاي المكونات خلي يصير الصوص يتخلط. ما تتركوه ابد لان يحترق، وما تخلون نار عاليه عليه، نار عاليه لا تخلون. باعوا حبايبي شلون صار؟ اريده بهذا القوام. هسه راح نغلق عليه النار. باعوا هسه راح اطفي النار. وهاي حبايب هسه كمل عندنا. هاي هسه راح اضمه بالثلاجة بس يبرد، اخليه بالثلاجة واستعمله بكل المعجنات، بالكيك بالدونات، شنو ببالكم تحشو يصير. وطعمه عين النوتيلا واطيب من النوتيلا وكلش طيب. ويا رب ينال رضاكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك. مع السلامة.